القاهرة مدينة منورة بالناس والتاريخ والفنون، بالشوارع القديمة والحب والدكاكين، بعتبات البهجة وأرصفة المحبة، بدور السينما وخشبات المسرح. القاهرة المساجد والكنايس ومقاهي القاهرة القديمة وبتارين وسط البلد، المكتبات العتيقة والمطابع ودور النشر والناشرين. النهاردة حلقة خاصة مع الناشرات من القاهرة، والقصة اللي بدأت بالسيدة روزا اليوسف قبل 100 سنة تقريبا، صنعت خلالهم رحلة صار معها من يستطيعن الدفاع عن الحبر والورق والفكرة والمؤلف. النهاردة حلقة مع 4 ناشرات من القاهرة، من بطلات صناعة الكتب. الكتاب والنشر والناشرات، اهلا بيكم. اهلا بحضرتك. والله انا متشكر جدا انكم النهارده قبلتوا دعوتنا تكونوا معانا في البرنامج. ربنا يخلي حضرتك. الناشرات قادمات، انا رايي الناشرات خلاص جم من كام سنه، مش كده ولا ايه؟ اكيد الى حد ما. الى حد ما. لا ازاي، انا شايف انه الكتاب في الكام سنه اللي فاتوا اتاثر جدا بوجود كثير من الناشرات اللي فاهمين هما بيعملوا ايه، اللي حابين الكتاب، اللي حابين النشر. يعني المساله مش يعني باينه واضحه. قولي لي بقى حكايتك مع النشر بدات 2005. 2004 2005 يعني هي حكايتي بدات من وانا صغيره. يعني انا الحقيقه من وانا صغيره طول عمري شايفه والدي بيشتغل ايه. يعني والدي هو رئيس مجلس اداره الدار هنا، وطول عمري كان عندي مشكله بتواجهني من وانا طفله، ان لما اي حد يسالني والدك بيشتغل ايه اقول لهم ناشر، يقعد يقول لي صحفي كاتب. يعني ايه ناشر؟ يعني ايه ناشر؟ الموضوع ده بجد. فانا فاكره ان انا وانا طفله والدي جه وقال لي بصي هقول لك على حاجه، لما حد يسالك السؤال ده قولي له الناشر هو المنتج، زي المنتج. عارف منتج السينما هو بالظبط. ومن هنا ابتدت ان انا ابقى مركزه شويه في تفاصيل مهنتنا. والحقيقه والدي عمره ما قال لنا اقروا او اعملوا اي حاجه، لكن فعلا احنا طلعنا كلنا، انا واخواتي كلنا طلعنا كلنا بنقرا، وطلعنا كده النشر ده كده في دمنا من واحنا اطفال. فاكره امتى اول مره مش اتسالتي بقى والدك بيشتغل ايه قلتي انا هشتغل ناشره؟ من تقريبا من وانا في ثانوي والجامعه. هو والدي كان في حاجه ذكيه جدا عملها معانا، انه حببنا في المهنه من مدخل كده لطيف، ياخدنا مثلا معارض اوروبا. يعني مثلا يبقى مسافر مثلا رايح المانيا، رايح ايطاليا، في معرض عنده سفر هناك بقى بتاع فاحنا بقى نبقى متحمسين وحاسين نفسنا بنشتغل. طبعا احنا ما بنعملش اي حاجه غير ان احنا بنتفسح بس. يعني انه ابتدي اشوف شكل المعارض. طبعا معرض الكتاب كمان وانا صغيره. يعني انا لحد دلوقتي والله فاكره منظر جناحنا وانا طفله، ومنظر دار المعارف اللي كان في حته. يعني في حاجات كده انا لحد دلوقتي فاكراها من وانا صغيره. يعني اللي هو بفتكر كان والدي ياخدنا في المعرض يودينا فين ويقول لنا هنا هنجيب سلسله كذا وهنا. فكل ده انا فاكراه من وانا صغيره. من الجامعه ابتديت اشتغل، وكان اول علاقه ليا في 2004 قبل ما اتخرج على طول ان انا ابقى مسؤوله عن مشاركتنا في معرض فرانكفورت. كنا ساعتها ضيف شرف مهم. كنا ساعتها الوطن العربي كله ضيف الشرف بتاع المعرض، وكانت مشاركه كبيره جدا لينا كلنا كناشرين. يعني كلنا يمكن كنا حاضرين، ودي كانت تقريبا اول حاجه ليا. وبعدين بقى اتخرجت من الجامعه في 2005، ومن هنا بقى ابتديت. بس ما ترددتيش لحظه انك انت هتكوني ناشره؟ يعني ناشره خلاص. لا يعني كنت عايزه ادرس حاجه تانية، لكن والدي كان شايف ان انا ادرس بيزنس هو افضل حاجه. لكن انا ما كانش، يعني انا كنت بالعكس بقول له الحاجه الثانيه اللي انا عايزه ادرسها برضه هفضل ناشره. بس بما انكم ناشرين لكتب الاستاذ احسان عبد القدوس، برضه كان في حته ايه، لن اعيش في جلباب ابي. يعني في ممر كده حصل شويه. بصراحه لما دخلنا المهنه كنا في الوقت الذهبي بتاع المهنه. يعني انا الحقيقه بحس ان انا كنت محظوظه جدا ان انا اشتغلت في اوائل الالفينات، وكان فيه اهتمام كبير جدا بشغلنا. واكيد طبعا لحد دلوقتي فيه اهتمام، بس يعني انا لا كنت حابه كل اللي بيحصل، والسفر والمعارض وكل الحاجات دي. النشر العائلي بيجمعكم فكره انه يعني هو شركه عائليه وشغل عائلي ونشر عائلي. برضو البداية انت اخترتيها ولا اختيرت ليكي؟ لا، هو الحقيقة والدي كان برضو يعني قصتنا ما تختلفش كتير عن بعض، بس والدي كان بمنتهى الذكاء من غير ما يوجه ومن غير ما يقول اي حاجة. بس هو الموضوع كده زي ما تقول بيلت ان كده في العيلة.
يعني مثلا كنت وانا صغيره من وانا حتى في اعدادي مثلا، انا فاكره ان انا كنت بحب قوي اروح معاه الدار في الاجازه، واحب الصيف اقضي، وحتى اصحابي مثلا هنتقابل مش عارفه ايه، طب لما ارجع من الشغل بتشتغلي ايه؟ اقول لهم لا انا بحب، يعني كان الموضوع وهو يبقى قاعد على المكتب وانا بقى قاعده جنبه. قرار. يعني هو الموضوع ما حدش قال لي، بس هو كان ماشي كده.